حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج قضية ورأي. هذا البرنامج الذي يبث عبر شبكة سلام الإعلامية. نرحب بكم ونرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة وتقديم هذا البرنامج، الأخوين الغاليين عبد الرحمن عمار. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الله يحييك عمار. الله يحييك عمار. الله يحييك أنس. حيا الله متابعينا الكرام. الله يحييكم جميعا، ونرحب بالأخوة المشاهدين في كل مكان. دعونا نتحدث وإياكم عن موضوع هذا اليوم. وفي الحقيقة كل إنسان يسعى بلا شك لأن يكون أفضل، وهذا أمر محمود، ولكن المشكلة عندما يتحول هذا السعي إلى الكمال إلى عبء، ويصبح الخطأ أمرا ومصدرا للخوف، ويشعر الإنسان أن عليه أن يبدو ناجحا طول الوقت. فالسؤال: هل أصبحنا نطارد الصورة المثالية التي قد لا تكون أو لا يكون لها وجود؟ وهل يكفي أن نكون أشخاص حقيقيين بطبيعتنا دون تصنع؟ هذا ما سنناقشه وإياكم مع الأخوين عبد الرحمن وعمار، وقد أسمينا هذه الحلقة بعنوان بسيط وهو هوس المثالية. لماذا نخاف أن نكون عاديين؟ نعود وإياكم مع الضيوف الأعزاء الأخوان عبد الرحمن وعمار. دعني أبدأ معك عبد الرحمن في سؤال هذه الحلقة. يعني نقول نخليها المفتاح للأسئلة القادمة. وأقول في السؤال يا عبد الرحمن: المقصود، أريد أن أسمع منك، ما هو المقصود بهوس المثالية؟ ومتى يتحول السعي إلى الكمال إلى مشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هوس المثالية خلينا نعرفه بشكل مختصر على أنه أن يضع الشاب بنفسه معايير صعب تحقيقها، فيشعر أنه لا ينجز بما فيه الكفاية ولا يرضى إلى أي نتيجة يصل إليها، وله مسمى آخر ألا وهو داء الكمال. ولو سألنا متى يتحول السعي إلى الكمال مشكلة، عندما يتحول السعي إلى الكمال عندما يتحول إلى مطاردة نتيجة لا يمكن تحقيقها. هنا يصبح السعي نحو الكمال مشكلة كبيرة. ولكن من منا لا يسعى إلى الكمال؟ يعني نحن كلنا في هذه الحياة نسعى إلى أننا نكمل ما بدأناه، سواء كان أمر الدنيا أو أمر أخرى. ولكن متى يصبح السعي؟ عندما تضع نفسك أنك إذا أنا لم أحقق هذا الشيء فأنا في مشكلة، وهذه بحد ذاتها مشكلة. وحتى على الصعيد الديني يقول: لا يهم أن يقبض الله روحك وأنت في أكمل أحوالك، يكفي أن يقبض الله روحك وأنت تسعى إليه. رجل ما يطالب أنك أنت في اللحظة التي تغادر هذه الدنيا، نسأل الله تعالى نحسن خاتمتنا، أن تكون لك سنوات عابد، لك سنوات زاهد، لك سنوات صائم. لا، أنت يكفي فقط أنك أنت في هذه اللحظة تكون أنت متجه بالاتجاه الصحيح. هذا الاتجاه أو هذا السعي بحد ذاته نجاح. عندما تنظر الأمر بهذه الطريقة أنت حولت السعي إلى الكمال عبارة عن شيء إيجابي وليس مشكلة. هذا بشكل مختصر، وفي المحاور القادمة راح إن شاء الله نتكلم على هذا الأمر بشكل تفصيلي. طيب عبد عمار، لماذا أصبح كثيرون من الشباب خليني أقول يخافون من فكرة أن يكونون أشخاص عاديين ويعيشون على طبيعتهم؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الآن في هذا الزمن أصبح كثير من الشباب يربطون قيمة الإنسان العادي أو قيمته بمدى تميزه أو إنجازاته في هذه الحياة. صارت كل الأفكار إنه كيف تكون حاجة كبيرة في المجتمع أو تكون واصل هدف معين. ثانيا وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في هذا الشيء، حيث انك تشوف ناس واصلين لأهداف جدا كبيرة، فخلاص صارت الناس تبى توصل أو تبى تصير نفس الشيء هذا. عندنا كمان شيء ثاني اللي هو
يقولون عنه المجتمع. عندنا المجتمع يربط النجاحات في مدى أنت إنسان ناجح ولا لا، صار يربطونه في إنجازاتك، أنت كإنسان مربوط في إنجازاتك، صار الناس تحكم بهذا الشيء. هذا الشيء هو اللي يأثر، اللي يخلي الإنسان يقول لك أنا ما بصير عادي، لا أنا بصير متميز مع المجتمع وبصير حاجة عشان الناس تشوفني وتقول عني ناجح. بينما إنه الإنسان العادي ناجح، مش لازم إنه كل إنسان في هذه الحياة يكون عنده حاجة ويكون سوى شيء أو وصل لحاجة عشان يكون مهم. المهم هو أنت تصنع أهميتك أو نجاحك لنفسك، ثم يأتي المجتمع يأتي بعد كل شيء. فدائما لا تخلي النجاحات مربوطة في المجتمع أو الفكر المجتمعي. خلي عندك نجاحاتك أنت لك خاصة، خلي عندك شخصيتك أنت الخاصة، ومن ثم يأتي النجاح أو يأتي ما هو أنت اللي قاعد تسعى له، والله يوفق ويعين إن شاء الله. طيب، هو الآن جاني واحد وسمع هذا الكلام والطرح الجميل، ثم أشار وقال يا أخي أنا أتابع هذا الموضوع وأحاول أني أسعى، ولكن هناك جهة كبيرة جدا تغزو العالم وهي التواصل الاجتماعي. الآن يا عبد الرحمن، إيش دور التواصل الاجتماعي في صناعة صورة الإنسان المثالية؟ دورها في أنها تعطيك اللقطة الأخيرة فقط. نعم. ودائما اللقطة الأخيرة غالبا مغرية للشباب تحديدا، وبالتالي الآن هي معركة وعي. تعرف أن هذه اللقطة الأخيرة هي نتيجة لإيش؟ لسنوات طويلة من العمل. ومشكلة التواصل الاجتماعي أنها تعطيك فقط هذه الصورة، ومشكلة الشاب اللي ما عنده هذه الخلفية من الوعي يعتقد أن الوصول إلى هذه النتيجة سهل، وبالتالي يقع في فخ اسمه فخ النتائج السريعة، ويقع في فخ المقارنات، فيسقط ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سلبية. وهذا هو دور التواصل الاجتماعي القاتل. لذلك دائما أصحاب الفكر وأصحاب الدورات يحذرون من مسألة المقارنات. يا رجل، المقارنات قاتلة في الحياة الواقعية. يعني أنت ممكن زميلك أنت شايفه كل يوم يعاني ويعني يكابر، ومع ذلك أنت تقارن نفسك. هذه المقارنة بحد ذاتها قاتلة، فما بالك بمقارنة على السوشيال ميديا؟ يعني أنت لو كان الذي أمامك إنسان صادق فهو لن يظهر لك المعاناة، فضلا على أنه قد يكون إنسان كاذب، والكذب في السوشيال ميديا كثير. يعني يا ما طلعت فضايح لمشاهير تعتقد أنه هو ما شاء الله يعني أغنى رجل في منطقته وفي هذا، وتجد أن كل اللي قاعد يسويه عبارة عن يعني شو أو إظهار شيء يعني مخالف تماما للواقع، إما سيارة أجار أو إما بيت أجار أو إما استئجار، يعني بالعربي تزييف للواقع. فبالتالي أنت لما تقارن نفسك أنت قاعد تظلم نفسك، وقاعد يعني تضعها تحت ضغط أنت في غنى عنه، ولا يفيدك هذا بشيء. هذه هي الآفة الكبرى لوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي الحل أنك تتوقف عن المقارنة سواء كانت في الواقع أو في المواقع. هل يجر هذا يا عمار إلى دخول الإنسان يعني هذا الهوس الموجود، هوس المثالية، هل ممكن أن يؤثر على الإنسان في حياته الاجتماعية وحياته الشخصية والدراسية وإلى آخره؟ إيه، هذا بالتأكيد يعني نعم. يأثر. أي شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. نعم. هذا في مثال عام يقولون الشيء اللي يزيد عن حده خلاص بيصير ضغط، بيصير عبء، بيصير تعب. زي في الدراسة الآن تدخل ضغوطات نفسية واختبارات، أنا كيف أعدي، كيف أنجح، يبغى بس يفكر إيش أعدي كل درجاتي ناجح. بينما إنه الرسوب أو الفشل من سنن الحياة، موجودة في أي شيء تدخله. وهذا على مشروط على كل إنسان. ما في إنسان طول حياته ناجح، ما في إنسان طول حياته حلوة، يوم تلاقيه تعبان، يوم لا. فزي كذا. وفي العمل نفس الشيء، تلاقي إنه يدخل في دوامات مع الناس ويقعد ضغط ومشاحنات وتدقيق على كل كلمة وعلى كل حاجة عشان بس إيش يوصل للمثالية. بينما المثالية هي إيش؟ المثالية هي إنك تأدي اللي عليك، تعمل باللي عليك وتقوم باللي عليك وتأدي الواجب صلى الله عليه وسلم. أما ما بعد ذلك فهو إيش؟ جهد
وضغط على النفس ما له داعي نهائيا. فدائما هنا نقول انه المثالية هي شيء يعني نحن نصنعه بنفسنا، بينما ان المثالية انت يمديك بالاساليب البسيطة والاشياء البسيطة اللي انت فيها تقدر توصلها بدون ما تضغط، بدون ما تحط جهد كبير على هذا الشيء. وهذا هو، والله اعلم. والله يا عمار كلام كبير صراحة، ولكن يا أخي مع الأسئلة هذه اللي تم طرحها ودي لو نتطرق إلى موضوع الرضا، والإنسان كيف يكون راضي بما قسمه الله عز وجل له، وكيف ممكن يعني أن يكون هذا يعني كيف الإنسان يلبس نفسه لباس الرضا ويقتنع بالشيء الموجود. أذكر مرة قابلت أحد يعني الناس اللي ربي فاتح عليهم، قلت له يا أخي ما هو الغنى؟ قال لي الرضا، أنك أنت ترضى. شوف في كلمة واحدة قال لك الغنى هو الرضا، أنك أنت ترضى بما قسمه الله لك، تكون سعيد. صحيح. هذا الموضوع ينطبق عليه إيش؟ ينطبق عليه أن الإنسان إذا كان راضيا فهو غني، فهو غني جدا. نعم. فأنا الآن ودي يا عبد الرحمن نربط موضوع الرضا بما نملكه ونحققه، هل يتعارض بعد طموح التطوير؟ جميل. الجواب لا يتعارض. نعم. ولكن كيف تربط هذين الأمرين ببعضهما؟ نعم. إنه قد يختلط عند الشاب يقول لك يا أخي أنا كيف أرضى بالشيء وأنا قاعد أسعى لشيء أفضل منه. تشعر في بداية الأمر أن فيها تعارض، ولكن الحقيقة كما ذكر لك الشيخ أو الأخ اللي أنت سألته قال لك ما هو الغنى؟ قال الرضا. الفرق الجوهري أنك أنت مأمور بالسعي وأن لا تتوقف عن السعي، والذي يتوقف عن السعي يخالف سنن الله الكونية، ولكن في أثناء سيرك إلى هذا الهدف أنت ترضى بما قسم الله لك. هنا أنت تجمع بين الهدفين. مثال، يعني أنت تهدف إلى أن تصبح طبيبا أو دكتور، في سعيك إلى هذا الأمر ما يعني يعارضك في الطريق من عقبات ومشاكل ترضى بها. يعني صارت لك المشكلة الفلانية أنت ترضى، تيسرت الأمور أنت راضي. في هذه المرحلة أنت تكون جمعت بين الحسنيين، الرضا والسعي إلى الأفضل. والأخ اللي ذكر لك أن الرضا هو الغنى هو فعلا لخص مسألة السعادة. شفت نسمع كثير عن الناس يقول لك يا أخي ما هو تعريف السعادة؟ هل السعادة تشترى بالمال؟ هل المال يصنع السعادة؟ طيب يعني خلاصة السعادة، سمعت أحد المشايخ يقول خلاصة السعادة أنك أنت ترضى أنك تنشغل بالموجود عن المفقود، والتعاسة أنك ترضى أنك تنشغل بالمفقود عن الموجود. لذلك تجد أغنى الأغنياء تعيس. ليش؟ لأنه يناظر في الأشياء اللي ما هي عنده، وتجد أفقر الفقراء سعيد. لذلك تجده يعني دائما يركز على الأشياء اللي في يده، يقول لك يا أخي أنا الحمد لله عندي. أحد الصحابة يقول عندما قطعت بترت قدمه قال الله جل ترك لي 3 أطراف أخذ مني طرف واحد. دائما ينظر إلى إيش؟ إلى الموجود، لا ينظر إلى مفقود. هذه الفلسفة وهذه الزاوية اللي تنظر لها إلى أي شيء في حياتك هي معادلة السعادة والقناعة والرضا وكل ما شابه ذلك من المرادفات. طيب لنكون واقعيين عمار أكثر وأختم معك في هذا السؤال. التوازن، الإنسان يريد أن يكون متميزا، فخليني يعني كيف إذا جيت أسألك كيف الإنسان ممكن أنه يوفق بين ويعني يكون متوازن بين السعي للتميز والتقبل بأنه يعني ما هو مطلوب منك أنك تكون كامل؟ كيف أنا ممكن أوازن وأوفق بينهما؟ أولا التوازن يبدأ بأنه التميز لا يعني الكمال. أول حاجة الإنسان يقدر يكون طموح ويسعى للتطور المستمر وكل شيء، وفي الوقت نفسه يتقبل أنه بيخطئ وبيتعلم ويحتاج إلى وقت لين يصل لأهدافه إن شاء الله. ثاني عندنا المهم أنه التركيز على التقدم بدل من الكمال. دائما تركز على أنك تقدم وتتعلم وتغير من عندك. يقول لك دائما النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الأخطاء بل بالاستمرارية دائما. ومن الضروري دائما أن يمنح الإنسان نفسه حق الخطأ، لأن الأخطاء دائما تعلمك
وتغيرك وتوجهك للأحسن. أنت لما تشوف أخطائك وتعدلها دائما بتعرف طريقك وبتعرف إيش اللي يوقفك، إيش اللي يقدمك، إيش اللي يأخرك بإذن الله. في النهاية التميز الحقيقي لا يعني أن تكون كاملا، بل إنك تبذل أقصى ما عندك من مجهود بإذن الله، وتتعلم من أخطائك وتقدم كل اللي عندك، وأن تجعل قيمتك دائما، لا تجعل قيمتك دائما مرتبطة بصورة الكمال، لأن الكمال ما هو واجب، والكمال دائما لله وحده، والله أعلم. نسأل الله التوفيق. طيب، لعلي أقول في ختام هذه الحلقة أن أجمل ما يدركه الإنسان أن قيمته في الحقيقة لا تقاس بكماله، بل بصدقه في السعي، وأيضا إخلاصه في العمل، والرضا ثم الرضا ثم الرضا بما قسمه الله لك. والمثالية المطلقة في الحقيقة ليست من طبيعة البشر، وإنما هذا شيء لله عز وجل، فالكمال لله عز وجل سبحانه وتعالى، وعلينا أن نجتهد وأن نحسن من أنفسنا يوما بعد يوم. فإذا أخطأ الإنسان أو إذا أخطأ الإنسان تعلم، وإذا تعثر نهض، والله ولي التوفيق والسداد. الشكر لكم الأخوين عبد الرحمن وعمار على حسن الطرح وحسن يعني المعلومات الجميلة التي طرحتموها، والشكر أيضا موصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة. نلتقيكم بعون الله وقوته الأسبوع القادم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت أسمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.